وبعدين مش كفاية؟ الثبات الشتوي لسه ما خلصش؟ انا مش هسيبك تخلي الكسل يضيع منك اهدافك واحلامك وحياتك كلها تروح كده قدامك بسبب ان انت كسلانة. عشان كده عملت الفيديو دوت علشان اقول لكم كل ما تكونوا غرقانين في دايرة الكسل ديت تشفطوا نفسكم منها ازاي وتطلعوا نفسكم منها ازاي، لان انا غرقت فيها كتير وطلعت نفسي منها كذا مرة بطرق مختلفة، فخليني اشارك ده معاكم النهاردة. دي هتكون اجزاء الفيديو بتاع النهاردة، فلو هتشربي حاجة روحي هاتيها وتعالي ويلا بينا. اول حاجه حابه ان انا افكركم بيها وهي ان العالم دوت ما بيستناش حد، والفرص ما بتستناش حد، وانه في ناس عندهم نفس الموارد بتاعتكم ونفس الفرص بتاعتكم، بس بيصحوا كل يوم وبيشتغلوا على اهدافهم وبيشتغلوا على احلامهم وبيوصلوا. ساعات احنا من كتر ما اللي حوالينا ناس ما بتعملش اي حاجه في حياتها فبنحس ان ده الطبيعي، وان لو عملنا البير مينيمم اقل حاجه نبقى احنا واو. بس ده مش حقيقي. افتحوا الموبايل وشوفوا الناس الصح، اتفرجوا على الناس الصح. شوفوا هتلاقي في واحدة طالعة على تيدكس تتكلم على تيدكس عن رحلتها وهي اصلا عندها 19 سنة، وتلاقي واحدة بتسافر العالم وبتروح مش عارفة ايه، وتلاقي واحدة قاعدة بتذاكر وبتجتهد علشان عندها هدف. ساعات احنا بنحس انه لا ده ما حدش بيذاكر كلنا ضايعين. لا مش كلنا ضايعين، في ناس بتذاكر على فكرة بس مش بيقولوا لحد. ففي غيرك عنده نفس اهدافك بالظبط وبيشتغل عليها كل يوم علشان يوصل للحياه اللي هو يستحقها. تاني نقطه، احلامنا ما بتحققش نفسها بنفسها للاسف. اوقات انا كنت بسرح في احلام اليقظه بتاعتي وافضل عايشه وبقعد اتغذى على الدوبامين اللي بيجي لي لما بس بتخيل حياتي اللي انا هعيشها في الاحلام، وبنسى ان انا اكشلي محتاجه اخد اكشن ومحتاجه اعمل حاجه عشان تتحقق، وان انا لو ما عملتش حاجه هتفضل بس حلم في دماغي. واصلا قانون الجذب اللي احنا بنقعد نتكلم فيه ده هو الزيرو لو انت ما بتعمليش اي اكشن، ما بتاخدش اكشن. قانون الجذب ده ولا ليه اي لازمه. فاحنا لازم 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 ناخد اكشن. تالت نقطه، التمن اللي هتدفعيه لو انت ما عملتيش اي حاجه اكبر بكتير جدا من التمن اللي هتدفعيه لو انت قمتي واتحركتي وعملتي اللي المفروض تعمليه. يعني حتى لو قعدتي تعبتي نفسك في مذاكره، تعبتي نفسك في شغل، في اي حاجه، ايا كان اللي هتعمليه ان شاء الله لو طحنتي نفسك التمن اللي هتدفعيه مش هيبقى اكتر ابدا من الثمن اللي هتدفعيه لو انت ما عملتيش اي حاجه، اللي هو الندم اللي هو ملهاش اي حل. وكلنا عارفين قد ايه احساس الندم بشع وسيء. فهل انت مستعده تندمي على حاجه زي كده بعد كام سنه من دلوقتي؟ رقم 4، الراحه اللي انت عايشه فيها هتدمر حياتك، هتدمر احلامك واهدافك وهتدمر لك حياتك كلها. لو ادمنتي على الراحه وانك ما تاخديش ريسك في انك اصلا فكره ان حد يحط هدف، هو حط نفسه في ريسك. ليه؟ لان هو حط نفسه بقى عرضة ان هو يفشل ويحس بألم الفشل. اوكي يا جماعة، الفشل مؤلم. احساس ان انت تعملي حاجة او تحاولي تعملي حاجة وما توصليلهاش احساس مؤلم، كلنا عارفين ده. لكن لو فضلتي مدمنة على انك تتجنبي الألم دوت، حياتك هتبقى خلاص سلميني عليها كده انتهينا. في ناس كتير فقدت الامل في الحياه لان هي بيكون عندها، يعني بتكون متحمسه للحياه وبيكون عندها هدف معين مثلا او حلم، وبتفشل في انها تحققه، فبتتوجع بقى جدا. وانا اسفه قوي لو انت مريتي بده، بس انت عندك اختيارين ما لهمش تالت. يا اما تتقبلي اللي حصل وتموفي اون، تبداي ان انت تحطي هدف جديد او تعدلي على هدفك بحيث تخليه قابل اكتر للتحقيق وتحاولي تاني، او تغيري الوسيله. ايا كان المهم انت تفضلي شغاله على هدفك. او الاختيار التاني ان انت تفضلي عايشه في الصدمه بتاعتك وتقنعي نفسك ان العالم ده اصلا وحش جدا وبشع وانا انسانه مش محظوظه والحاجات ديت مش ليا والناس ديت هي كده يعني. المهم يعني طلعي اي عذر بقى في دماغك ينفع كل ده عشان انت مش قادره تواجهي نفسك بانك فشلتي في حاجه وان الاحساس ده مؤلم ووحش. اما كنت بقدم على المنح مره، فحد قال لي لما عرف ان انا بقدم على منح، يعني قال لي الموضوع ده كله فاشل على فكره، الموضوع دوت بيضحكوا بيه على الناس. قلت له يعني بيضحكوا بيه على الناس مالك في ايه؟ قال لي ايوه ده مش عارف ايه. قلت له يعني انت جربت؟ طبعا انا ادركت ان هو جرب وما نجحش، فالموضوع اذاه نفسيا. فبدا ان هو بدل ما يعالجه راح رماه بقى بيرميه على بره ويقعد يضحك على نفسه ويضحك على الناس كمان. فاحنا مش هنعمل كده، احنا هنقعد مع نفسنا هنعالج المشكله اللي احنا فيها. خدي وقتك عادي جدا، لو في حاجه حساكي بالاحباط خدي كل وقتك في انك تتعافي منها ولازم نرجع تاني. النقطه الخامسه، الطفله اللي جواكي
ونفسك المستقبليه قاعدين كده بيتفرجوا عليكي، بيشوفوك هتعملي ايه. هل هتشتغلي على احلامنا وهتحققي احلامنا واهدافنا وهتخلينا نعيش الحياه اللي احنا نفسنا فيها، ولا هتخذلينا؟ انا الصراحه ما اقدرش ان انا اخذل نفسي ابدا، يعني ديت الحاجه اللي ممكن يعني تخليني كده اروح قايمه من مكاني، يلا هشوف انا محتاجه اعمل ايه. يعني ممكن اخذل اي حد بس ما اخذلش نفسي. ها، فوقنا ولا لسه؟ الادرينالين بدأ يمشي كده في دمك؟ هو ده اللي انا عايزاه. يلا بقى نشوف انت محتاجه تعملي ايه. اول حاجه، احلامك الكبيره المجعلصه دي عايزين ناخدها ونقسمها ونتفاهم معاها كده ونشوف هنعملها ازاي. لكن طول ما هي كبيره وطول ما هي يعني صعبه، مش هتتحقق. صعب جدا ان احنا نعملها. يعني مثلا تخيلي كده تصحي من النوم، انا محتاجه ان انا اعمل بيزنس ناجح في 2025 وابقى بعمل 50,000 جنيه في الشهر. اوكي حلو، بس ازاي؟ فانت هتعملي ايه؟ هتاخدي الهدف الكبير الحلو ده وتبداي ان انت تقسميه وتبسطيه على قد ما تقدري. لما هتبسطيه هتبداي ان انت تحطي اهداف للشهر اللي انت فيه. يعني مثلا، وما تقوليش خلاص بقى هستنى اول الشهر شايفاكي، نو. باقي اسبوعين على الشهر عادي، هعمل اهداف للاسبوعين اللي عندي دوت، وبعد كده لما يخلصوا هحط اهداف للشهر الجديد. اتس اوكي. فالفكره ان انت اول حاجه تحطي اهداف للشهر، وبعد كده تبداي انت تقسميها على الاسبوع، يعني لكل اسبوع اهداف معينه. وبعد كده هتقعدي كده في اول كل اسبوع وتقعدي تقولي اوكي انا هدفي الاسبوع ده ان انا اعمل كذا. هعمل ده ازاي؟ هحط تاسكات معينه، اقسميها بقى لتاسكس معينه على مدار الاسبوع ده. مع اي هدف ليه علاقه بالصحه، هدف ليه علاقه بالبيزنس، ليه علاقه بدراستك، ايا كان. انت عندك هدف كبير، عايزه اجيب كذا في ثانويه عامه، عايزه ابدا بيزنس، عايزه اسافر معرفش فين، عايزه اقدم على ايه، مش مهم خالص. المهم ان انت هتقسميه انت محتاجه تعملي ايه بالظبط، وتبدأي تحطي الأهداف على أساس بقى الشهر وبعد كده على الأسابيع. بحيث إن أنتِ لمّا تصحي من النوم الصبح مش هتقولي أنا محتاجة إن أنا أجيب 75%، 75 إيه، 100% في ثانوية عامة والّا 95% في ثانوية عامة. no. أنتِ كل اللي في بالِك أنا عندي الtask الفلانية 1، 2، 3. مش مهمتِك تنقذي العالم ولا تروحي تحرري الأقصى، أنتِ مهمتِك عندِك 1، 2، 3 بس. ما تقعديش تفكري في أحلامِك الكبيرة وأهدافِك الكبيرة كل يوم، لأن ديّة حاجة أصلًا very draining، بتسحب الطاقة. فأنتِ مش محتاجة تعملي ده، أنتِ بس عايزة تصحي عندِك خطوات تعمليها. عشان كده لازم في أول كل شهر تقعدي تحطي أهداف الشهر بتاعتِك وتقسميها على الأسبوع زي ما قلنا، وتقسميها على تاسكات على مدار الأسبوع، يعني كل يوم. في حاجة حلوة قوي ممكن تعمليها اسمها habit tracker. الهابت تراكر اللي هو متتبع العادات، موجود على كانفا، موجود على بنترست، موجود في كل حتة. خدي صورة حلوة وطبعيها. المهم فكرتها ان انت بتحولي هدفك لعاده معينه. مثلا انت هدفك ان انت تتقني الانجليزي او تتقني الفرنش. طيب انا محتاجه اعمل ايه؟ انا محتاجه اشتغل على listening and speaking، محتاجه اعمل كذا كذا كذا. اوكي، طب انا كل يوم هقعد مثلا ساعة للإنجليش أو هقعد ساعة للفرنش، أو أنا محتاجة كل يوم أعمل stretches لجسمي عشان كذا كذا كذا، أو meditation whatever العادة اللي أنت عايزة تعمليها. واطبعي الورقة واكتبي العادات ديت وكل يوم اعملي تشيك. دي حاجة هتخلي أهدافك الكبيرة بقت خطوات معينة. أنا بس النهاردة محتاجة أعمل كذا، بس النهاردة عندي 20 دقيقة كذا، بس النهاردة محتاجة أشتغل على ده وبس. النقطة اللي بعد كده هي البيئة بتاعتك. خلي بيئتك قابلة لانك تقومي وتشتغلي وتشوفي انت وراكي ايه. لو بيئتك مش مشجعة صعب قوي ان احنا نعمل اي حاجة. فانت اول حاجة محتاجة تخليها مرتبة ونظيفة ومحمسة. مرتبة ونظيفة كلنا عارفين، محمسة حطي صور حلوة. حاولي ان انت تعملي ديكور حتى ولو بميزانية بسيطة قوي. المهم يكون عندك ديكور كده حلو وبسيط للمكان بتاعك، للمكتب بتاعك، للأوضة بتاعتك. المهم ان هي تشجعك كل يوم انت تصحي وتشوفي انت وراك ايه. النقطه اللي بعد كده بحبها قوي وهي romanticize your life. خلي حياتك رومانسيه، بس مش معنى رومانسيه رومانسيه، هي معناها انك تخلي كل حاجه كانك يعني عايشه في مسلسل، عايشه في دراما، وتكوني شايفه حياتك كده كانها سبرينكل سبرينكل، عارفين كانك حاطه عليها جليتر. يعني مثلا، مثال، الدراسة صعبة، المذاكرة صعبة ورخمة، بس ممكن انت تغيري فكرتك عنها او مودك وانت بتذاكري عن طريق ان انت تصحي كده كأنك انت بطلة المسلسل.
وتلبسي لبس حلو وتحطي ميك اب خفيف كده في البيت، وتعيشي جو كأنك بطلة المسلسل اللي هتذاكر علشان تحقق أحلامها. على فكرة أنا الحاجة الوحيدة اللي خلتني أصلا أذاكر وأنا في ثانوية عامة، هو أنا كنت بقعد أقول لنفسي حبيبة أنت بتذاكري عشان تجيبي درجة عالية عشان تقدمي على منحة عشان تسافري، مش انت نفسك تسافري؟ فكنت لازم دايما ادخل نفسي في المود دوت يعني. وشوفي اجواء مناسبه للجو بتاعك، مثلا لو انت بتذاكري طب ودراسه الطب صعبه، شوفي مسلسلات مثلا عن الطب، وشوفي هو بتبقى عايشه ازاي وانها بطله بقى جامده وبتنقذ المرضى وعارفين الجو ده، حطي صورها على وول بيبر وعيشي نفسك في الجو دوت. لو انت بتذاكري ممكن كمان روري جيلمور لو انتوا عارفينها. لو بتشتغلي على بيزنس يعني ايا كان، حاولي ان انت تخليه رومانتسايز ات. وحاجه ممكن تساعدكم قوي هي بنترست، روحوا على بنترست تكتبوا عليه اي حاجه اي حاجه اي حاجه حرفيا، وهتلاقوا صور كتيره قوي هتحمسكم ان انتوا تعيشوا الجو دوت. وخليكم دايما فاكرين ان انتوا بطل القصه بتاعتكم، وان انتوا حرفيا في مسلسل وانتوا البطل بتاعه. ده مش مجرد حاجه بنمثلها، ده فعلا حقيقي يعني. مسلسل هو حياتك وانت البطل بتاع حياتك. فبدل ما يبقى الموضوع عباره عن تاسكات كده ممله، انا محتاجه اذاكر، انا محتاجه اعمل الاساينمنت، نو عيشي جو كده الفتاه الجامعيه اللي بتعمل مش عارفه ايه. فاهمين. النقطه اللي بعد كده، اطلعي من البيت، اطلعي كفايه. انا اكتر انسانه بتبقى لازقه في البيت لازقه مش طبيعيه. بس يا جماعه اطلعوا، الحياه بره حلوه. روحوا كووركينج سبيسز، الاماكن ديت حلوه جدا، بتلاقوا الناس اللي حواليكوا كلها عماله تشتغل ووراها حاجات، واللي بيذاكر واللي في ميتنج واللي مش عارفه ايه، فبيحمسكوا وبتحسوا ان الدنيا شغاله ورايحه جايه وانا بشتغل او بعمل مش عارفه ايه، فجو بجد لطيف قوي. البسي لبس تحفه وحطي ميك اب وتحمسي كده، وروحي خدي اللابتوب بتاعك وخدي حاجتك وروحي قضي يوم مختلف. روحي كافيه اشربي قهوه، ولا روحي سيتي ستارز، روحي كافيه هناك واقعدي وشوفي انت حابه تعملي ايه، او انت وراكي ايه يعني. غيري جو، مش لازم كل يوم نفس الروتين ونفس كل حاجه ونفس قعده المكتب اللي انت بتقعديها. اطلعي. كمان في حاجه، الناس اللي مثلا نفسها ان هي تقرا، عندها هدف ان هي تكون يعني قارئة او بتقرأ بشكل مستمر، جماعة روحوا المكتبات. مش عارفة في بقية الدول ايه، بس في مصر فيها مكتبات كتيرة جدا وحلوة جدا. انا ما كنتش بخرج من مكتبة مصر العامة تقريبا، بروح من الصبح لغاية الساعة 7 بالليل لغاية ما يقولوا لي لو سمحتي احنا بنقفل المكتبة، اقول لهم تمام اوكي واروح ماشية. فروحوا المكتبات، عيشوا الجو هناك، اقعدوا اقرأوا، ابعدوا شوية عن التليفون، بس دي نقطة تانية هتكلمكم فيها بعد شوية. عيشي جو البنت القارئة والبنت المثقفة، وملكيش دعوة بأي حد، دي حياتك انتي. رومانتسايزت وعيشيها زي ما انت تحبي، ومش شرط تاخدي حد معاكي على فكرة، روحي لوحدك عادي. جماعة الناس اللي عايز تتعلم لغات روحوا السفارة، روحي السفارة اليابانية، السفارة الكورية، السفارة الروسية، السفارات اللي في مصر بتعمل أنشطة كتير جدا. وعموما مصر مليانة أنشطة كتيرة جدا، فاستغلوا الأنشطة ديت، كمان هتعرفكم على ناس تحفة، اوكي، وناس شبهكم، وناس عايزين يحققوا حاجات ويعملوا حاجات في حياتهم. واظن يعني ده ينطبق في اي دوله فيها انشطه وفيها اكتيفيتيز وفيها حاجات للطلبه. فشيلي الديستراكشنز اللي حواليكي، احنا ما يعني حوالينا مشتتات بشكل مش طبيعي، واولهم طبعا كلنا عارفين الموبايل او التليفون. اقفليه او اديه لحد، او نزلي ابلكيشنز اللي هي بتوقف الموبايل شويه كده. اعملي اي حاجه، المهم ان التليفون ما يبقاش معطلك عن يومك، وتقدري انت تركزي على نفسك. اتعودي على ان انت لما تيجي تعملي حاجه انت بتعملي الحاجه ديت بس، وبعد كده قومي اعملي اللي انت عايزه تعمليه، ما حدش هيقول لك حاجه. عايزه تسكرولي على تيك توك اوكي، بس هخلص دوت وبعد كده قومي سكرولي، بس حطي الموبايل على جنب، هخلص ده وبعدين هعمل ده. لما تكوني قاعده على اللابتوب وبتشتغلي على حاجه، اقفلي كل التابس اللي فوق اللي هي مش مهمه دلوقتي. المسلسل اللي انت فاتحاه اقفليه، مش هيطير، مش هيروح في حته، بس اقفليه عشان تركزي. وده هيودينا النقطة اللي بعد كده، اللي هي اضحكي على نفسك وقولي لنفسك أنا بس هقعد ربع ساعة، بس هقعد نص ساعة، بس هقعد 10 دقايق. محتاجة تقومي تروقي، أنا هحط تايمر 10 دقايق بس هروق، مش لما تخلص 10 دقايق أنا هقوم أعمل حاجة تانية. أنا هقعد أذاكر بس نص ساعة، بس نص ساعة، وهقوم بعد كده أشوف أنا ورايا إيه، هشوف يعني أي حاجة تانية، همسك التليفون. وبعد النص ساعة ديت عادي قومي خدي بريك،
عايزه تكملي مذاكره اوكي، مش عايزه تكملي اوكي. المهم قولي بس لنفسك هي بس نص ساعه، ودي حاجه هتسهل عليكي جدا انك تبداي، لانك مش حاسه بعبء المهمه التقيل وبانها حاجه كبيره لازم تعمليها. انا بس هقعد 10 دقايق، انا بس هقعد نص ساعه وهقوم. قاعدة الخمس ثواني تقريبا في كتاب كامل عن الموضوع ده، انا بس سمعت الملخص بتاعه، وحرفيا تقريبا من غير القاعدة دي كان زماني نص الحاجات اللي عملتها ما عملتهاش، لاني كل ما اعملها بتخليني اقوم واشتغل في الحاجه اللي انا محتاجه اعملها. القاعده ديت اختصرها بان انت لما تكوني قاعده كده وتقولي محتاجه اقوم اذاكر، محتاجه اقوم اصلي، اوكي، وتقولي انت محتاجه اقوم، عايزه اقوم بس مش قادره تقومي، بتعملي ايه بقى؟ هقول لك تعملي ايه. اول حاجه تقرري في دماغك انت هتعملي ايه بالظبط بالتفصيل. يعني تقولي مثلا انا هقوم هتحرك، هروح على المكتب وهفتح الكتاب الفلاني، حاجه محدده قوي، او هقوم ادخل الحمام عشان اتوضى واصلي مثلا. تمام. المهم تحدديها في دماغك، وبعد كده تعدي من 5 ل0 وتقومي. يعني هتعملي ايه؟ 5 4 3 2 1 0. زيرو دي لازم تكوني بتتحركي، خلاص بتحركي جسمك. صدقوني يا جماعه، عارفه الموضوع بيضحك، لو عملتوها هتلاقي نفسكم فعلا قمتوا من غير ما غصب عنكم. الموضوع ده جربته معايا وقلته لاهلي وكمان جربوه و it works. ابدأي ادمني على الدوبامين الحقيقي، زي لما تقابلي ناس وتتواصلي معاهم تواصل حقيقي مع ناس جميلة، زي انك تطلعي في الشمس وتقضي وقت حلو، زي انك تعملي رياضة، زي انك تعملي تأمل، زي انك تصلي بخشوع وتكلمي ربنا. الحاجات دي كلها بتدينا دوبامين حقيقي، غير الدوبامين اللي احنا مدمنين عليه اللي هو دوبامين التليفون والسكرولينج. فابدأي ادمني على الدوبامين الصحي اللي احنا كبشر بنحتاجه، وده هيخلي كمية مخك اصلا تتغير وتبقي مركزة اكتر على نفسك ومتصلة اكتر مع روحك، وهيساعدك ان انت لما تحطي حاجه في دماغك او تبقي عايزه تعملي حاجه انك فعلا تعمليها. الحاجه اللي بعد كده بطلي مقارنات، ما تقارنيش نفسك باي حد تاني، وما تقارنيش اهدافك باهداف اي حد تاني او احلام اي حد تاني. خليكي مركزه بس على نفسك، وكمان انت مع نفسك ما تحطيش حاجه اكبر بكتير قوي من قدرتك، لان ده بيكتفنا وبيخلينا مش قادرين نعمل اي حاجه. فمش عايزين نعمل كده، عايزين نحط حاجات بسيطه ومحدده ودقيقه جدا ونشتغل عليها. اخر نقطة النظام، فالنظام فالنظام فالنظام. لو انت عملتي كل ده وانت مش منظمة ستيل، ومش منظمة اهدافك، ومش منظمة يومك، ومش منظمة وقتك، مش هتعرفي تعملي اي حاجة، وهتحبطي تاني وهترجعي تاني لنفس دايرة الكسل اللي انت فيها. فاحنا مش عايزين نعمل كده. طيب هتعملي ده ازاي؟ شوفي يا ستي طريقتك انت حابة انت تنظمي عن طريق الورق، تبقي عندك كشكول مخصص لتنظيم حياتك. مش عارفه ازاي الناس ممكن تعيش من غير كشكول. لازم يكون عندك كشكول بتكتبي فيه كل حاجه، وبتكتبي فيه اهدافك، وبتنظمي فيه انت تو دو ليست بتاعتك، وكل حاجه انت محتاجه تعمليها بتكتبيها في الكشكول دوت. او ممكن تعتمدي الموبايل او اللابتوب وتستخدمي تطبيقات زي تطبيق نوشن. التطبيق دوت روعه، ان شاء الله ممكن اعمل عنه فيديو كامل، وتنظمي عليه كل حاجة في حياتك وتكتبي فيه كل حاجة. المهم ان انت طاقتك كل يوم ما تروحش على ان انت تايهة وان انت مش عارفة المفروض تعملي ايه. لا، انت بتصحي انا عندي النهاردة 1 2 3، وطبعا لازم تعرفي انت محتاجة تعملي ايه قبلها بيوم. لازم تصحي وتشوفي بقى ايه النهارده، ما هو اليوم وماذا سافعل، واو ماي جاد انا عندي محاضره، واو ماي جاد انا عندي ديدلاين. نو، الحياه دي بجد وحشه، مش كده. لا، مش عايزين نعيش كده. عايزين نعيش عارفين كل حاجة بتحصل ايه، بحيث يكون عندنا وقت ان احنا نسترخي اصلا ونهدى ونعيش وقت حلو وجو حلو. وصلنا لاخر فقرة، وهي فقرة الهوم ورك او الواجب بتاعك. انت محتاجة تعملي ايه؟ اول حاجة زي ما قلت لك في الاول، محتاجة تجيبي اهدافك وتقسميها بشكل كويس، وتحطي اهداف للشهر واهداف للاسبوع وتقسميها تاسكات محددة بشكل يومي. تاني حاجة محتاجة ان انت تظبطي البيئة اللي انت فيها، اوضتك بقى ولا مكتبك ولا ايا كان، وترتبيه وتظبطيه. ولو قررت ان انت تعملي ديكوريشن، افتحي وشوفي انت حابة تعملي ايه في اوضتك، وعيشي نفسك في الجو دوت وظبطي البيئة بتاعتك. تالت حاجة خدي اول خطوة النهاردة، ماليش دعوة، ده الواجب بتاعك لازم تعمليه. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا الهوم ورك بتاعكم، واعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو. وبس كده، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.
Nothing feels better than this. Nothing feels better.